أصر فيبر على أن علم الاجتماع هو علم، لذلك تطبق عليه الأساليب العلمية في البحث، وعموده الأساس هو الحيادية. إحدى مشاكل زمانه في المجال الأكاديمي كانت أن العلماء والباحثين والأساتذة الجامعيين كانوا بشكل أو بآخر يسلطون معتقداتهم ويقيمون نتائجهم بناء على منظور معين، لذلك كانت أفكارهم ودروسهم تفتقر إلى الموضوعية، وكانت تتملق للنظام الحاكم أكثر من كونها علما. إذا ألقى الأستاذ محاضرة فمن غير المقبول أن يفرض رأيه أو معتقده على طلابه، هو مجرد ناقل للعلم. هذا بالنسبة لفيبر هو سوء استخدام للسلطة الموكلة إلى الأستاذ أو المعلم، فالعلم يشرح في الأساس كيف هو الواقع وليس ما يجب أن يكون عليه. وإذا حاول أحدهم أن يفرض رأيه حتى لو كان من موقع السلطة فهو ليس عالما، تستطيع أن تسميه سياسيا أو واعظا أو مصلحا، لكن ليس عالما. هذا المفهوم في الحيادية العلمية أسماها فيبر بعلم الاجتماع الغير منحاز، أو كما يترجم حرفيا من الألمانية العلم المنزوع من القيم Wertfrei. وإذا أردنا أن نقولها من وجهة نظر فلسفية فنقول القيم الحيادية أو الإكسيولوجيا الحيادية. فإذا كنت تحاول أن تكون علميا، عليك قبل أن تشرع في العمل أن تكون علميا، أي أن تطرح الأسئلة الموضوعية أولا، وأن لا تسيء استخدام موقعك في البحث لتجمع بيانات منحازة إلى جهة معينة أو تتغافل عما لا يعجبك. عليك أن تتخلى عن جميع التوقعات وتتقبل النتائج التي ستردك. وأدرك جيدا أن هذا موضوع شائك ومعقد، وهذه الشفافية في المنهاج العلمي لا تحصل دائما، وحتى في الدول المتقدمة تكون منحازة لأيديولوجية أو لوب معين، أو عندما تكون مصالح الشركات والأعمال على المحك. أول سؤال تسأله صاحب اختصاص: ما هو تعريفك الأساسي لمجالك؟ بالنسبة لفيبر فقد عرف علم الاجتماع على أنه الفعل الاجتماعي بقوله: علم يحاول إيجاد التفسير للفعل الاجتماعي من أجل الوصول إلى تفسير سببي لمساره وتأثيراته، وتجنب قول التصرف الاجتماعي وفضل كلمة الفعل الاجتماعي. فما نعمله وما نفكر به يأتي من دوافع، وهذه لها أساس اجتماعي تختلف في طبيعتها بين مجتمع وآخر، وأغلب أفعال الفرد تأتي من علاقاته مع أقرانه في المجتمع. ركز فيبر كثيرا على التفريق بين الموضوعية والشخصية في أبحاثه. فمثلا أنت تتصرف بشكل معين عندما تمطر، كأن تحمل مظلة أو أن تضع يدك على رأسك، هذا تصرف. لكن الفعل هو عندما تصادف شخصا آخر، هل ستصافحه أم ستلقي عليه التحية من بعد؟ هل ستتجنبه؟ إذا كان هناك اثنان يمشيان على الرصيف سيحاولان أن لا يتصادما، فكلاهما يغيران مساره. هذه أفعال اجتماعية في أبسط صورها، فالمجتمع ما هو إلا هذه العلاقات والتفاعلات الفردية. لذلك علم الاجتماع لفيبر هو دراسة هذه الأفعال واختلافها بين الأقوام وتبريرها من منظور سلسلة المسبب والنتيجة. كانت هذه محاولة جادة لإيجاد همزة الوصل بين نظامين علميين مترسخين في الدراسة الأكاديمية: العلوم الإنسانية والتطبيقية. اعتقد فيبر أن علم الاجتماع هو الجسر الرابط بين هذين المجالين، واللذان لم يتوافقا تماما حتى يومنا هذا، فقد استعار عناصر من الطرفين للخروج بأفكار جديدة. فالعلوم الإنسانية تؤول، والعلوم التطبيقية تشرح. الأولى تبحث في المجالات المعقدة والتي تؤثر على سلوك الإنسان، أما الثانية تختزل كما ذكرناه قبل قليل إلى سلسلة الأسباب والنتائج. نحن في النهاية كلنا بشر، ونحن نحاول أن نفهم البشر. لذلك أفضل طريقة لدراسة البشر هو أن تحاول أن تضع نفسك مكان من تدرسهم، كشخصية تاريخية مثل ستالين. لماذا قام بهذا الفعل أو ذاك؟ دراسة البشر لا تقتصر على البحث في الشخصيات البارزة، بل حتى تلك الاعتيادية البسيطة. فكر الآن في أمثلة عشوائية كطريقة تفكير الراعي غنم عاش في اليمن قبل الإسلام. فكر في الوضع النفسي لمزارع ألماني بعد الحرب. عملية المحاكاة هذه اسمها فيبر فيغشتهن، ومعناه الفهم. هذه أول خطوة في الدراسة، ومن بعد الفيغشتهن تضع نظرية تفسر سلسلة أسباب ونتائج هذه التصرفات، ومن ثم لاحقا التدقيق في هذا كله من خلال جمع بيانات تاريخية متفرقة.
إذا منهجية فيبر في الدراسة هي 3 خطوات: الفهم، وضع النظرية، اختبار النظرية. وهذا المنهاج أصبح الطريقة التي يعتمد عليها علم الاجتماع ككل في دراسة المجتمعات البشرية.